كلشي كيخاف من الظلام، ولكن واش عمرك فكرتي بلي هداك الظلام يقدر يكون مصدر كوابيس اللي غتبقى مخلوع منها حياتك كلها. الليلة غادي نعاود لكم قصة واقعية ماشي ديال الجنون بالمعنى اللي كتعرفوه، ولكن ديال الخوف اللي يقدر يخرج لك عقلك من بلاصتو. تخيل راسك بوحدك في دار معزولة وسط الغابة، وفوق السقف ديالك كاين شي حاجة كتمشى وجرى وراها السلاسل اللي صوتها كيخلع في داك الليل. واش بصح كانت بغلة الروضة ولا شي حاجة أغرب؟ قبل ما نبدا القصة، طفيو الضو، شدوا بلايصكم واستعدوا باش تعيشوا معنا أجواء هاد القصة. مول القصة كيقول بلي هادشي طراليه هادي سنين فاش يلاه تعين كحارس عام في واحد المدرسة في أزيلال. الوالدة ديالو كانت عاد رحلات لواحد الدوار معزول وسط جبال الأطلس، دار قديمة مبنية بالحجر والطوب، دايرة بها الغابة من كاع الجوايه. الطريق ليها كانت شويه صعيبه، ما كاين لا ضو لا جيران، غير الصمت ديال الجبل اللي كيخليك تسمع دقات قلبك، وحتى الضو ديال الزنقه ما كاينش، والسكات اللي تما كيخلع، كتسمع غير الشجر كيتحرك. الجار الوحيد اللي كان هو مول الارض اللي كان ساكن بعيد عليهم بزاف. مول القصه كيقول بلي دوز الايام الاولى عادي، حتى لواحد الليله الوالده ديالو مشات لواحد العرس في الدوار حداهم وخلاتو بوحدو. تكا باش ينعس، طفى الضو، يلاه بدا كيطيب نعاسو وهو يسمع الصداع فوق راسو. كيقول باللي حل عينيه باش يتاكد من المصدر ديال الصداع. ساعه ما ولا سمع والو، رجع غمض عينيه، هو يرجع داك الصداع كيتسمع مره اخرى. خطوات ثقيله فوق السقف ديال القصدير والضاله. تيقول بلي ناض مخلوع شعل الضو وبدا كيقلب في البيوت باش يعرف مصدر ديال داك الصوت. ساعه والو ما عرفش منين جاي. مول القصه كيقول بلي هو كان انسان عقلاني ما كيامنش بالخرافات، ما كيامن لا بعيشه قنديشه ولا بغلات القبور ولا حتى شي حاجه من هاد الكائنات الظلاميه اللي تربينا وعشنا وحنا كنسمعوا جدودنا كيعاودوا لنا قصص ديال الناس عاشوا معاهم. قال مع راسو يمكن راه غير فار ولا شي قط، ولكن صداع كان ثقيل بزاف. ناض كيقلب في الدار بالبيل كيشوف تحت السدادر ورا الثلاجه والو، لدرجه من كثرة الخوف ديالو حيد البريزات ديال التلفازه والشارجور، حتى كان كيقول ربما يكون شي موس ديال الضو داير هاد الصداع. كيقول بلي دارت 6 ديال الصباح والشمس مازال ما علات، ولا عاوتاني سمع خطوات وسلاسل ديال الحديد كيجرجروا. تما كيقول بلي العقل ديالو وقف. عيط الوالده ديالو، ساعه التليفون كان خارج التغطيه. بقى داك الصداع كيمشي ويجي تقريبا شي نص ساعه، في الاخير غيقرر بلي غادي يخرج لبرا باش يستكشف شنو واقع. دار على الدار من اللور وبان ليه بلي الدار مبنيه في الحاشيه ديال واحد الجبل، يعني السطح من الجهه الاورانيه جا لاصق مع الارض ديال الجبل. هز عينيه للسما وتما كانت المفاجاه، بانوا ليه جوج ديال العينين حمرين كيشعلوا وسط الظلام حاضينو، وخيال كبير وضخم. سيتي يقول انه مع الخلعه قال انه صافي هذه هي النهايه وهذه هي الخرعه ليه، وهذه هي بغلة القبور جات حتى لعنده باش تسديه. ولكن حيت راسو قاصح قال بلي زاد قرب وشعل بالنيشان في وجه داك الكائن او المخلوق الغريب، وهو يبان ليه واحد الحلوف كبير قد السخط، واقف فوق السقف ديال دارو ومربوط في رجليه واحد السلسله كبيره هي اللي كيجر وراه. طلع من الجبل وتمشى حتى لقى راسو فوق السطح وعجبو الحال تما حيت القصدير كان سخون شويه. السيد كيقول بلي الليله كلها هو حاس براسو وسط فيلم ديال الجنون، وفي الاخر طلع غير حلوف تالف وعجبو السطح. هادشي كيبين بلي الخوف كيغذي الخيال ديالنا وكيصور لينا العجب، بينما الحقيقه تقدر تكون غير خنزير جار السلسله. نتمنى القصه ديال هاد الليله تكون عجباتكم، نتمنى القصه ديال هاد الليله تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه وما تبخلوش علينا باللي كومونتير واللايك ديالكم، والى اللقاء في قصه مقبله ان شاء الله.